السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. السلام عليكم. يا منورة ونورك ملعلط. سلام. عسلية والنبي عسلية. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. ابوس ايدك شجع الشباب. اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. والله يا احمد لابوسك بوس لخليك تقول ارحميني يما. بنات شوفوا معايا ازاي تهمي نفسك لما واحد بخل زي ده يتعرض لك. بص تسلم يدك. مدة اسبوع هتبقى راجل، هتعملي ايه وانت راجل؟ انت ازاي تقولي كده؟ هتعملي كده؟ هعمل ازاي ابقى راجل؟ انت راجل هتعملي ايه في الاسبوع لو لمدة انا اسبوع؟ هبقى راجل ازاي؟ اعيروا كلمة. ما تقص نفسك. ايه يا استاذ؟ اعير الكلمة قبل ما تقولها. لو قالوا لك هتبقي كده لمدة اسبوع يعني هيقنعوني ازاي ان انا هبقى راجل؟ ممكن تيجي كده لوحدها. هعمل ايه وانا راجل؟ ما اعرفش، ما انا عمري ما كنت يعني انا 100 راجل بس انا يعني ما بقتش راجل قبل كده. ايه ده؟ عفريت انت ولا ثدييات ولا ايه؟ انا اعرف منين؟ هتبقي ايه برضه؟ الاسئله دي هبقى ايه ازاي؟ هتبقي ايه لو راجل؟ اكيد هبقى راجل بسبوسه قوي يعني. بسبوسه قوي؟ لا يعني اكيد هتعملي حاجه لو انت راجل هتعمليها ايه هي؟ نصيحة للرجال تزوج 4 نسوان، لأنه التعامل مع 4 نسوان مثل التعامل مع شركات الطيران والاتصالات، منافسة شديدة، خدمة ممتازة، وأسعار قليلة. مجهزة لك جو إنما أما التعامل مع امرأة واحدة مثل التعامل مع شركة الكهرباء، خدمة سيئة، انقطاع متكرر، وأسعار غالية جدا جدا جدا. كنت حاسس ان انت هتتعبيني يا بنت الرفا دي. يا لهوي اسمعي عليه. طلاق 3 لو ما طوعتيني لكن غازك. حتعمل ايه يا برو لو قلنا لك اطلع معنا بالسيارة؟ هتعمل ايه؟ نعمل واعمل. ايه اللي انت لابساه ده؟ وانا متجوز واحده بجلابيه. هيسمع دشداشه، شيل الجلابيه. ايه دي؟ مين القمر؟ دي مراتي. اهلا يا حماده. دشداشه فرقت ايه يعني دشداشه عن جلابيه؟ العراق الجميله. دي دشداشه العراق دي. لا ديوس الواد ده ديوس. دي دشداشه الكريزه. انت هتحولي على نفسك كتكنيله. احترم نفسك يا شيخه روحي. احترم نفسك. فعلا ديوس. ديوس ديوس. حمرا. اجي حق لحسن حيرجع عليك. سلام انت. سلام. مز قوي الفراشه دي بس محتاجه تغيير سوفت وير. بعد ايه؟ ده انت وزه صحيح يا بنت. يخرب بيت جمالك. موز. يا بالحاج تشكى ما تخليها تشوف لحد من قرايبها بس يبقى نفس المقاس الفرع دي. انت شايفني بقرون قدامك ولا ايه؟ ما تهدي اعضائك يا عمنا. وعلى رأي المثل عقربتين على الحيط ولا سلفتين في البيت. الفيلم اسمه حلاوة صدر خلاص. او حلاوة صدر منفوخ. نتاية زي الجمل جمل. لبس بتاع ملبس واللي ربى بتاع مربى. صاحبت واحد. ايش صاير؟ خربتوا علينا النومه. في ايه؟ كان معايا 20 مليون دولار.
فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. قال لي هنجيب صفقة كلاب وتنزلها المحلة، قلت له ماشي يا بابا. اصلا نتفق عليها كانت صفقة كلاب، طلعت كلها ما بتهوهوش. تصور كلاب ما بتهوهوش. انتوا عارفين اجرى لها ايه؟ طلعت صفقة الكلاب كلها بتنونع. لا يا راجل. يعني عارفين ايه؟ وخسرت 20 مليون دولار. هاتوه. الدراسات تقول ان الرجل اللي بيكون عنده اكثر من زوجه فهو بيتمتع بصحه نفسيه اكبر وبقدره جنسيه اعلى. ايوه قلتش حاجه انا بقى. فامراه واحده لن تكفي الرجل، الله جعل فيه هذه الخاصيه، يعني هو تحت اراده الله، هو ما له ذنب، ربنا كده خلقه. اعترض بقى على كلام ربنا. الزوج لو تزوج اكثر من امراه حيساعد المجتمع على تماسكه، يعمل نشاط اجتماعي في البلد. نحن عندنا نساء مثلا مطلقات، عندنا نساء ارامل، ايه ذنبهم انهم يقعدوا بدون رجال؟ ربنا يزيدك ويكرمك ويعلي مردك كمان وكمان يا اصيله يا بنت الاصول. انا قلت للستات ترقص للراجل 3 مرات في اليوم زي المضاد الحيوي، مره قبل الفطار، قبل الغداء، بعد العشاء. سهله بسيطه اهي، مفيش حاجه. وليه لا؟ والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل. ما تفرفشي الراجل يعني. اولا انت هتخسي وهتطلعي النيجاتيف فايبز والكلام الفارغ اللي بيقولوا لنا ده، وهتتبسطي وهتبسطيه وهتبقى هيصه في البيت بدل النكد يا جماعه. مجهزه لك جو، انما ايه يا بنت؟ ايه النور ده نورك يا كبير. وانا برحب بيكي. ايه الكهرب دي؟ افتتاح مجلي ولا ايه؟ اهتم بيه ليه؟ طب هو مش هيهتم بيا ولا ايه؟ ليه بنعمل كده في بعضينا يعني؟ اسمعيني طيب، هو عايز اللي تفرفشه، هو نكد بس. يا بنت اطبخي له وارقصي له. هرقص لك بس اللي يستحمل. ماشي. افتكر الرسالة كده وصلت، المسج وصل. والسلام عليكم ورحمة الله.